في أرض الأمازيغ. احنا موجودين في واحدة من أقدم وأجمل الواحات في مصر، واحة سيوة. هتشوفوا سيوة بطريقة مختلفة عن أي مرة قبل كده. واحة سيوة تابعة لمحافظة مطروح، وتبعد عن مطروح حوالي 300 كيلو. الزراعة الأشهر في سيوة البلح والزيتون، وفيها ما يقارب من 1,000,000 نخلة اللي بتنتج حوالي 84 ألف طن تمر سنويا. معروفة بلد المليون نخلة أو الزيتون، فالاتنين دول أساس الواحة. هنزور الحاج أحمد صاحب أول بير مية عذبة في سيوة. غليان من المياه. ومن هنا هنستكشف المكان اللي عاش فيه لوحده في قلب الصحراء. كنت باجي هنا من 78. وهنروح لمكان مختلف تماما، مكان كان قاع محيط من ملايين السنين. هتحس كأننا وصلنا لكوكب غير الأرض. يعني الحاجات دي من ملايين السنين. طبعا. وهننهي يومنا في صحراء سيوة وسط عزلة تامة وهدوء يخلي الواحد يحس بالسلام الداخلي. في طريقي لمطعم المربوعة. يا الله. السلام عليكم. بتقول ايه؟ بقول لك انا عارفك والله. ايوه اتفرج على الفيديوهات. عندك الشر ويجيب لك الخير حبيبي انت راجل محترم. حبيبي. طب تعالى. ايه؟ انت رايح فين؟ هتشتري حاجة ولا ايه؟ انا جاي هنا اخد حاجه. ماشي. اتفضل معانا حبيبي. الحمد لله. ده الدور التاني. تمام. بسم الله. السلام عليكم. استاذ محمد فين؟ عامل ايه؟ حبيبي الغالي يا استاذ محمد، كيفك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام حبيبي. حبيبي يا استاذ محمد. نورت. ايه الجمال ده؟ لا بس من ذوقك. عايز تقعد في الشمس ولا تقعد في الظل؟ ماشي نقعد. حلو نقعد في القعده ولا حلو. أرضي؟ لا خلينا في الارض احسن. اوكي. منها واليها نعود. بس مش الدور الثاني، لا الدور الأرضي. ايه؟ الدور الأرضي ده مش الدور الثاني. اه. بسم الله. ده بس المكان مريح نفسي. ده المكان حلو. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله بصراحة. ده الفيو يا جماعة. قلعة شال. دي قلعة شال يا جماعة، كانوا عايشين فيها الأمازيغ، يعتبر كانت سيوة القديمة. طبعا النخل اللي انتوا شايفينه في كل مكان هتلاقوه في سيوة. ايش؟ بسم الله. دلوقتي هنقطع حوالي 20 كيلو وسط الصحراء لزيارة الحاج أحمد. هنا هنشوف بنفسنا ازاي عاش حياته وايه اللي خلاه يختار المكان ويعيش في عزلة وسط الصحراء. تخيلوا يا جماعة في قلب الصحراء، احنا قدامنا حوالي 3 كيلو عشان نوصل لبير المية. لو انتوا واخدين بالكم في خضار في الوش هناك كده، قدامنا 3 أو 4 كيلو عشان نوصل لهناك. هناك كده في قلب الصحراء هنستكشف ان في حياة. يلا بينا. تخيلوا معايا يا جماعة الحاج أحمد كانت من قلة المواصلات ساعتها ووسائل التنقل، كان بيقطع من المكان لحد واحد سيوة 15 كيلو بس في الرملة بقى، بحر الرمال. ما شاء الله. كان وسائل التنقل كانت قليله زمان. ما كانش. كان في الاول بدانا لا مؤاخذة بالركايب او بالحمير، وبعد كده بالموتوربايك. بعد كده لحد ما ربنا كرمنا بقى في اول التسعينات بقى جبنا عربيه. اول التسعينات. اول التسعينات.
لما حضرتك بقى جيت في المكان، في الاول زمان الناس كانت مستغربه يعني ازاي حد يسيب الواحه ويجي في مكان مثلا ويطلع في الصحراء. لا فعلا طبعا اتهمت بالجنون. مجنون بس مبسوط، ما فيش مشكله، انا ما بحب الصحراء. فعشان كده لان الناس بتسال السؤال، يعني بقول لك انت بتعمل ايه في الصحراء؟ هقول لهم ايه؟ يقولوا بقى ما يقولوا بقى. يا اهلا وسهلا. ربنا يعينك يا حاج. جميل ان شاء الله. ربنا يعينك يا رب. البيت بتاعنا زمان طبعا فتره طويله اتردم، واحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نشيل الرمله اللي عليه، وان شاء الله هيظهر تاني باذن الله. البيت اللي حضرتك كنت قاعد فيه زمان؟ انا كنت قاعد فيه اكتر من 45 سنه. انا كنت باجي هنا من 78، والاولاد اللي حضرتك قابلتهم دول اللي هم خلصوا جامعه مواليد البيت ده. يا سبحان الله، انت كنت قاعد في البيت ده لوحدك في وسط الصحراء دي؟ مش لوحدي، بالعيله بقى، اسره. بالاسره انا والمدام والاولاد جم والحمد لله. انت قاعد بسعاده ولا بالانعزال؟ لا 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 طبعا متعه، بالرغم من ما كانش فيه كهرباء وكده، انما الطبيعه نفسها هتبص النجوم، ايام الفول مون بيبقى حاجه تانية. الهدوء اللي في المكان، وبعدين مقومات الطبيعه موجوده، في ميه وفي ارض، يبقى لازم يبقى في حياه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومكان ما بيوجد الميه بيوجد الحياه طبعا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففي ميه يبقى في حياه. انا بقولها نصيحه خاصه للطلبه عندنا في ايام الامتحانات وكده، المفروض ان هم محتاجين انه يفصلوا الفيشه من هناك ويجوا في الهدوء. المكان ده هو بالهدوء اللي فيه، لو انت بتذاكر حاجه معينه تاكد انها خلاص يعني مش حاجه ثابته. وبقولها لك انا كتربوي، يعني عارف الجو ده وميزته ايه بالنسبه للهدوء دهوت، بالنسبه للمذاكره وكده يعني. مفيش نور ولا في اي حاجه في المكان، عايش من الطبيعه. نور الله، الانوار كلها موجوده، بس الا اذا كان حد ما شافهاش بقى يبقى دي حاجه تانية، انما الانوار موجوده. يعني انت بعد المغرب كده، بعد الغروب، بعد ما يعني تبدا تليل، بتحس ان الضوء بيجي معاك من النجوم، مش هتحس ان في فرق وكده. يعني تخيل ان انت حتى بالليل بتبقى شايف الملامح اللي موجوده في المكان. يعني كل حاجه، انا ما كنتش بجيب حاجه من السوق، مجرد زيت ورز ممكن، انما الحاجات التانية كلها موجوده. الخضار هنا موجود، الفاكهه موجوده، كل حاجه موجوده واورجانيك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كل حاجه من الطبيعه. كل حاجه من الطبيعه. ولا الحاج احمد بيشتري يروح من سوق؟ لا كيميكال ولا اي حاجه. يعني البيت زي ما انت شايف، وكان في مزرعه فيها بهايم، كان في عندي بقر وكده، وفي غنم، وفي عندنا فراخ. بتلاقي البيضه اللي تفطر بيها الصبح، بتلاقي الخضار، بتلاقي كل حاجه. طالما حاجه اقتنعت بيها ابدأ. وتجارب، حتى لو بدايتها فشلت، الفشل بداية النجاح، ولا مش بيقولوا كده برضو؟ مظبوط مظبوط. طول ما انت مؤمن بالحاجة اللي بتعملها. بالظبط، انت مقتنع بالحاجة اللي انت بتعملها وراضي عنها. زمانك لما بتبص بقى للفيديو ده بتفتكر الذكريات يا حاج احمد. بس طبعا ما كانش بالوضع ده. دلوقتي اهو اتردم، يعني مستوى الارض يمكن لحد هنا. شوف دلوقتي ارتفاع الرمال غطت من كل النواحي، اصبح ان حتى الباب كمان اهو زي ما انت شايف. يا الله، يعني زحف يا جماعه الرمل. بص نص البيت تحت الرمل. بص الشباك اللي هناك ده كده، الشباك ده كله الرمل سده. طبعا اغلب البيوت زمان كانت من القرشيف. ده مبني بدبش وطينه من نفس المكان. يعني الطينه موجوده هنا وملح. طين وملح. طين لا مش كرشيف، دبش اللي هو صخر. الصخر نفسه. الصخر موجود متكسر هنا في الجبل، والطينه موجوده في نفس المكان، فبنستعمل الحاجه اللي موجوده في المكان. دي كانت الصاله. دي الصاله، وديت اوضه غرفه.
انا ليه لما دخلت المكان حسيت ان الجو حلو فيه. طبيعي. سمك الحيطه قد ايه، مالكش دعوه بالجو اللي بره، انت منعزل تماما. درجه الحراره بتاعتك هتيجي في الصيف هتلاقيها كأن في تكييف شغال، والله ده حقيقه. وهتيجي في الشتاء بتلاقيها دافيه، مالكش دعوه بتغيير الجو. انا يا جماعه والله العظيم انا عايز اقعد هنا، انا كأن في مروحه شغاله والله. يعني لا ايه لا احساس؟ لا، ان شاء الله احساس حلو قوي. ان شاء الله المره الثانيه تشرفنا كده، وطبعاً- وهتلاقي المكان نظفناه وكده واهلا وسهلا بك وتنورنا. تسلم يا حاج احمد، كلك ذوق والله. وطبعا السقف طبعا بيبقى من الخشب. ده خشب، لا كان نخل. النخل كنت اسمع ان بيبقى السقف كان نخل. نخل النخل حاجه تانية يعني. لو قعدنا نتكلم عن النخل وكده، لدرجه ان ما فيهوش حاجه بسيطه، حاجه واحده بس اللي هي يمكن بتغلبك. لو معاك تليفون الموبايل داخل جوه، طالما السقف نخل مش هيشتغل، لان بيقولوا عليه الشبكه. الشبكه ما تشتغلش. يعني الشبكه هنا ما لا بتعزل فاصله خالص. وطبعا ودي حاجه صحيه. لا بره شغاله، بره تشتغل. انما لو السقف بتاعك نخل بيفصل الشبكه. هي جديده دي برضه. طبعا لما بدخل البيت هنا بتحس بذكريات حلوه. اكيد طبعا، ذكريات جميله. اكيد. يا الله يا جماعه. يعني سنه كام؟ 69؟ لا، من 78. 78. 67 دهيت بدايه البير اللي انت شايفه دهوت. ده كان في شركه زمان، كان في شركه بترول اسمها الشركه العامه للبترول، ايام ما كان الروس عندنا في مصر، ايام ما كنا بنقول الجمهوريه العربيه المتحده قبل ما تبقى جمهوريه مصر العربيه، يعني ايام عبد الناصر كده. فكان الروس هم المستثمرين وهم اللي شغالين في مصر. الباب ده موجود برضو من الايام ولا اتغير؟ لا هو الباب ده من الباب ما اتغيرش. السبعينات. من السبعينات صح؟ خشب عادي. ان شاء الله محمل يعني مش خشب اي كلام. في ظل يعني برضه مش معرض للشمس لحد ما. يا جماعه الواحد في الجو دوت يقعد هنا ما يحسش باي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج احمد. الله يخليك يا فندم. ما شاء الله انك مخلي قلب الصحراء فيها حياه وفيها شجر وزرع. يعني الحد الجميل بيطلع كل حاجه جميله. الله يبارك لك. الله يبارك ده بجد. الله يبارك لك. واللي بيشجعنا اكتر الناس الجميله لما تيجي بتزورنا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا حاج. الحاج احمد عامل طبعا بيعمل في الواطي هنا عشان كل الرمل اللي زي ده ينزل لتحت هنا كده. طبعا كل الرمل ده مع الايام بينزل لتحت. لا مش مع الايام ومش كتير. يعني ان شاء الله اقرب زياره تشرفنا كده ان شاء الله. تلاقي اللي قدامك ده، لان بص شوف النخله دي طولها قد ايه. يعني شوف في منها اكثر من 3 متر. النخله ديت في اكثر من 3 متر اتغطوا بالرمله بالظبط. لان النخله دي اصلا لسه 3 متر تحت الرمل. وعندك بعد ال 3 متر دول هنا في خزان مبني بتاع ميه. يا الله. يعني في خزان تحت الرمل يا جماعه. والنخله دي متاخد منها 3 متر تحت الرمل. بص بقى بتسحب الرمله ازاي. الميه دي جايه من البير. شايف دلوقتي ايه بتسحب لك الرمله. تعالى بص يا جماعه الميه دي بتسحب الرمل على فكره، لو انتوا لاحظتوا. توديه فين بقى؟ اهو انا لسه فاتحها دلوقتي. بص وصلت فين. هتنزل هتروح هناك في الواطي. فكره جامده جدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك؟ بالله سلام. الله عليك. الله عليك. تمام. البلح ده من هنا ما شاء الله. يعني في اواخره بس جوه شويه حاجه. ما شاء الله. لسه بننظف اهو. شايف ما شاء الله. يعني ده مستوي. بس بناخد منه حبايات قليله عشان ما توبرش او ما تحطش فيه بتاع التذكير. لازم تكون مجموعه لا كامله. احنا بنجيب مثلا في عندنا ذكر النخل، في ذكر وفي نتايه. بناخد من حاجه من الذكر بنلقح بيها، عشان دي مش متلقحه هتلاقي بص اغلبيتها كلها ايه مش بلحه كبيره. انما البلحه بتاعتها اللي هي دي. انما بص دلوقتي الرفيعه عشان ما كانتش متوبره او ما كانتش متذكره. بسم الله.
شاء الله. البلحية يا جماعة مسكرة ومستوية وطعمها جميل جدا. 3 بلحات من ما دول شاء الله. بتفطر بيهم. بيقولوا ايه، بلانست ميل ولا برست دايت يعني وجبه كامله مش عايز حاجة بعدها. بس. اه. في من الحنه العاديه اللي عندنا موجوده في مصر، وفي منها الحنه اللي هي السوداني اللي بتبقى غامقه جدا. الحنة السودانية تبقى أغمق حاجة. بالظبط. الدرجة اللي هي الغامقة خالص. بالظبط. بس دي متاخد منها كتير، الرمل دي مغطي منها مردومه، كتير. دي مردومه 3 متر، فيها مردوم منها 3 متر. بس يا جماعة دي شجرة حنة. أنا أول مرة أشوف الشجرة دي بصراحة. وعندك بص أنا أول مرة أشوف الشجرة دي. اهي، والثانيه هناك محطوطين في كل جانب. ليه بقى؟ حسب من اي اتجاه بيجي الريح، لان ديت الزهره بتاعتها ريحتها يعني مش هقول لك بتاعت الشجرة دي؟ دي لما بتزهر الزهره بتاعتها ريحتها عاملة إزاي؟ ريحه زهره الحنه. لا ما ما شمتهاش. تقوليش ما تتخيل. لا ما شمتهاش بصراحة. ما تتخيلش تقول لي اي برفان كان. ما شاء الله. الريحه بتاعتها وان شاء الله. لا بس بالاسف حاليا ما فيش، لو في حاجه نجيبها لك. فلذلك ان مع الهواء من اي اتجاه بيدي لك الريحه الجميله. المكان ده بيبقى ما شاء الله بتبقى الريحة أصلا منتشرة فيه. بالظبط. لا في ما شاء ناس كده الله. بتجيب الله ده ريحه جميله. ايه ريحه ديت؟ ريحه زهره الحنه. ما شاء الله. الانعزال عن الناس، وسبحان الله تقعد في مكان وتبقى انت مبسوط وسعيد، والمكان اللي كان يعني صحراء ده مليته زرع ومليته حياة وحاجات جميلة بصراحة يا جماعة. أنا بستكشف المكان ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. حاج أحمد، الجريد ده بقى بيتعمل بقى إيه؟ الجريد ده قبل ما نتكلم عن الجريد، الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام بيقول يعني كان مع الصحابة قال لهم ايه؟ شجرة لا يتساقط ورقها وهي كالمسلم. فما هي؟ اللي هي ايه؟ النخلة كلها فوائد. الجريد بتاعها حضرتك شفت الكراسي اللي بره معمولة من من الجريد. الأوض أو الغرف المعمولة ديت معمولة بإيه؟ بالجريد، يعني برضو من النخلة. البلح من النخلة. الليف اللي بنعمل به الحبال وكده من النخلة. النوى بتاع البلح من النخلة. ما فيهاش حاجة بتترمي. سبحان الله. النخلة يعني احنا بنقدر بالإضافة الجذع بتاعها بيتشق وبيتعمل اسقف. ده دلوقتي بالطريقة دي بننشفه وبعد كده بنستعمله في سواء بنعمل به ممكن تعمل به برجولة، ممكن تعمل به غرفة كده، ممكن يعني زي ما انت شايف كده. يعني بنستغل كل حاجة من الطبيعة طبعا. يعني تقدر تطلع من الطبيعة مقومات الحياة. مقومات الحياة كلها موجودة في الطبيعة. إلا إذا كان إحنا بقى كل حاجة موجودة. لو حاجة قلنا مش موجودة يبقى إحنا ما شفناهاش بس، إنما هي موجودة. أهو ده كمان أهو ده أسبوع كمان كده هيبقى جاهز للشغل. أنت بتسيبه أسبوع كده؟ يعني دلوقتي بقى له بتاع 5 أيام. أسبوع كمان مع الشمس بس لازم الشمس تكون جاية عليه. لازم الشمس يعني لو عشان ينشف؟ لا عشان ينشف. حتى لو في الظل عشان ينشف كده. في الظل افضل بس بياخد وقت اطول. درجة الحرارة بتاعت الماء جامدة. الماء اللي طالعة عاملينها سخنة جدا.
يا الله على المتعة، إحساس إنك في بير مية وسط الصحراء ليه متعة خاصة. دلوقتي يا جماعة في طريقنا لمكان كان محيط زمان ودلوقتي بقت صحراء، موجود في المكان حفريات رايحين نستكشفها. الواحد لما بيكون يا جماعة في الصحراء تحس إن في شحنات جواه كده بتخرج، وهو موجود في الهدوء التام خالص ده، تحس إن في شحنات بتخرج منك. يا الله. يعني لحظة من السكينة ولحظة من الهدوء. أنا حاسس إن أنا وداني بتصفر من كتر الدوشة. يعني أنا حاسس اللي قبل كده اللي فات ده كله دوشة، مع إن أنا ما كنتش في دوشة، بس أنا الهدوء اللي هنا يعني أقصى درجات الهدوء خلينا أحس اللي فات ده أنا كنت في دوشة جامدة جدا، مع إن هو عادي. فاهمين الفكرة؟ يا الله، مفيش صوت، مفيش صوت خالص. يا ريت يكون واصل لكم الإحساس اللي واصلني دلوقتي. تخيلوا المكان ده كان قاع محيط. بصوا يا جماعة، الصخور دي جمع فيها جوه كده ايه الأسماك، ويكون حوالين الصخور دي رجالة جو الخشب عشان الزردة. يلا، كيف الحال؟ ايه الاخبار؟ حبيبي، ايه الاخبار؟ جبت الخشب؟ ماشي. بلحظة لما تحس ان انت ماشي في قاع محيط، فالاحساس يعني غريب جدا. يعني بصوا يا جماعة، الارض تحس انها بيضة، كل الارض بيضة لو انتوا شايفين. يعني في رمل هنا وفي صخر كده تحس ان هو ابيض. كل ده وقدام مش عارف انت هتشوفه ولا لا، جبال بتبقى في قاع المحيط اللي بتجمع حواليها الاسماك. ده صدف. يا الله. يعني الحاجات دي من ملايين السنين. طبعا. حاجات من ملايين السنين يا جماعة في الأرض. يا سبحان الله. ناخد ماشي، هات كده معانا. هاخد 2 ليا. ماشي، هاخد 2 ليا يا جماعة. دي حفريات والبقايا من المحيط، ولو دورنا هنلاقي اشكال غريبة وعجيبة. ناخدها ذكرى. يلا بينا عشان نلحق الغروب. عايزين نلحق الغروب يا جماعة عشان نعمل احلى زردة وعيشكم معايا الاجواء، ورب تكونوا عايشين معايا الاجواء كلها. واخيرا وصلنا المكان اللي هنعمل فيه الزردة. في ناس قاعدة هناك برضو.
هناك شايفينهم؟ ده المكان بتاعنا اللي هنقعد فيه. حط دي هناك. ها؟ حط دي هناك. هلا ابي لا دق دي حلوه. لا شمع. ها؟ ثلاثة البرقاي. صنع دي معانا. تزحلق على الرمل. ايه. اه طب بص انا اجربها معاكم. سكة يا عبد الرحمن. اطلع فوق خالص. هنا كده المفروض هننزل كده. ايوه فرق كده، ماشي. بس هتوصل تحت في الاخر، عارف نفسك. اقول لك حاجه، بس يا جماعه اول مره اجربها في حياتي. ايه اقعد. القرقافه ادينا وهن بس. ولا لا اقعد بس الاول ازاي اثبت رجلي؟ لا اقعد احسن، انا اقعد لازم اثبت رجلي الاول. بس عينينا نفس عينينا. اقعد احسن. اقعد القرقافه مو أحسن. قاعد. ايه اقول لك ازاي، هو اول مره لا، يعملها ما لازم اثبت رجلي الاول. كده هتقع، يعني هتقعد نفس، وبعدين نروح هتقعد فيها احسن. كده تعال هنا. هنا شوي تعال هنا، عشان هنا تلقى في الغرفه حقي الغرفه حقي هنا كده. تعال هنا ثاني، تعال هنا. ماشي استنى. ليه؟ هتقعد كده. كده. طب لو عايز اعملها وانا واقف؟ تعرف توزن نفسك؟ ان شاء الله. توزن نفسك؟ بتحط رجلك ازاي بقى؟ لو واقف دخل الرجل هنا ماشي ورجل كده، ماشي توزن نفسك وتنزل بيها. ماشي. امسك كده هتعرف توزن ان نفسك شاء الله. اول مره يا جماعه اجربها في حياتي. قرب. بسم الله. امسك كده كل معدتها عشان لو انا ما رجعتلكش تذبحهم. يلا بسم الله. بسم الله. انا قلت لك ايه، لسه ما مشيتش حاجه انت. تنقلب جدك. اكيد مش انقلاع معروف بقى ولا كأن حاجة حصلت يا جماعة. ولا كأنكم شفتوا حاجة. انتوا ايه بتختبروني؟ ما تنزل وانا واقف. انزل وانت قاعد. انا اللي جبته لنفسي. جرب انت. ماشي وانا قاعد. هجرب واحده انا. والله هتجرب انت؟ انا قاعد وانت قاعد. اي حد متضايق من حد يقول له على دي سهله وجربها. روح. قابلني لو طلعت. تريح يومين عندك كده ولا حاجه. لا 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 بس انت شكلك محترف. انا بالعكس مش محترف خالص والله. طب تنصح حد يجربها؟ طبعا لازم. لازم؟ انت كده بتكرهه. لا بالعكس، صح؟ عشان يحس بالشقة والتعب. عشان يقعد كده ايه يومين كده ولا حاجه ما يقابلش حد. لا مش يومين، لا كم هي يعني 3 ايام. 3 ايام. الحمد لله على السلامة يا عبد الرحمن. الحمد لله، حاسس بيك والله. حاسس بيك يا حبيبي. اوكي sit down. اوه
لا سامع عبد الرحمن. لا سامع حبيبي. انت كويس؟ بجد والله. في دار لا فهم ها ولا شغله يعني عمر اخفي فيها ليه عمركم اما يا هاك تدي جمري اديها ميه فينك يا عم من زمان. اشرب كمان. اشرب كمان، حاسس بيك والله. اشرب. اهدى يا عم اهدى. لا بجد اشرب والله، اشرب. المهنة الأساسية اللي هي في سيوة الزراعة طبعا. طبعا في سياحة، في حاجات كتيرة جدا، لكن الأساسية الزراعة. معروفة بلد المليون نخلة أو الزيتون، فالاثنين دول أساس الواحة. أنا إحساسي أول ما بدخل الصحراء بتحس إن في راحة، مفيش دوشة، مفيش ضوضاء، في راحة نفسية، في طاقة سلبية بتطلع. يعني بتحس إن في حاجات بتكلمك بس غير البشر. يعني الرمل بيكلمك، الصخور بتكلمك، الجبال بتكلمك. في راحة، صحراء فيها راحة. الأساسية طبعا اللغة الأمازيغية. الولد يعني الطفل بيتولد اوريدي، والده ووالدته بيتكلموا اللغة الأمازيغية، بيتعلم الأمازيغية. بعد كده مجرد إنه بيدخل مثلا الحضانة أو KG 1 والمدرسة بيتعلم اللغة العربية. وبعدين دلوقتي الدنيا اتغيرت، التلفزيونات وكده، اللغة العربية يعني بقت خلاص سيدة لكن الأساس اللغة الأمازيغية طبعا. هم 13 قبيلة. 13 قبيلة. طبعا في تزايد ما بينقصوش، يعني في تزايد ما بيقلوش. I think I got a bite too. Okay. Be careful. هذا كيس نواه You drink tea no sugar? No sugar. No sugar. No sugar. Thank you. Okay. Thank you. يا ويلكم. انا عايز بقى، انا عايز اصب الشاي بتاعي. اما فاهمين؟ معلش بقى احطهم كده اهو كده. مش عايز سكر. بس عايز سكر ولا بدون سكر انت؟ لا سكر يعني ماشي. انا ما شويه سكر سكر على قد ما تقدر. اوكي سكر. بتشرب كم معلقة يا فوزي؟ ربعايه كده، نص ربع معلقة؟ كويس. هي كده كده الكوباية دي أصلا نص معلقة حلوة عليها. Like for the family, like when I take my wife or انا شفت الفيديو دلوقتي افتكرت. انا بقول لمحمد الراجل ده شفته في مكان بس ما اعرفش امتى. بس لما طب أنت افتكرت أنت كنت بتقول مين معايا في الفيديو؟ لا لما كنا شفتك في المطعم هناك بقول لمحمد الراجل ده شفته قبل كده بس ما اعرفش فين. لغايه دلوقتي لما افتكرت اني عملت فيديو هين في مشندت. ايوه ما اعرفش اسمه ايه يا راجل كده رحنا كبير في بير السن. المية. ايوه بير المية. المزارع. بتنط المصرف كده. الله ينور عليك يا عم. اهو افتكرنا اهو يا عم. ها طلع بيتفرج عليا اهو. علاني يا ريس. حبيبي عبد الرحمن. يشرفنا يا عبد الرحمن والله. الله يخليك حبيبي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. استمتع معايا بالمغامره القويه دي قوي. ما يبخلش عليا بلايك ولا اشتراك ولا كومنت تشجعني فيه، واكتب لي تحت تقترح عليا ازور اماكن ايه تانية في مصر. وباذن الله المغامرات اللي جايه قويه جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.